كنت واقف عم ببيع على البسطة، اجت البلدية. هون وقت اجت البلدية الناس كلياتها بلشت تشيل البسطات كلياتها وتهرب. يعني انا بيني وبين حالي شو بدي اشيل يعني بسطة حلويات وحاطط عليها انه حلويات، واذا بدي اشيلها وبعيدها وقربها بدها تتكسر وما تعرف شو بدي اسوي. واقف عم اطلع هيك انا. جمعت النسوان كلياتها عند قدام البسطة كانت. اجى النسوان اجتمعوا وقفوا قدام البسطة وصاروا يقولوا له سيب السوري سيب السوري. اجوا البلدية اجت بدها تشيل البسطة اللي عندي، بدها تلمها انه ممنوع واقف مكان. واجت النسوان كلياتها اجتمعت حواليه تقول له سيب السوري سيب السوري. هون انا عم اطلع بيني وبين حالي، اول شيء ما فهمت انه شو الموضوع، يعني انه سيب السوري سيب السوري. صاروا يقولوا له للشاب تبع البلديه اللي جاي عم ياخذ البسطات يقولوا ده سوري سيب السوري سيب السوري. هاي ما بنساها بحياتي. نبلش 2012 اواخر 2012 كنت بمصر. انا بمصر اوضاعنا كانت يعني شبيهه بالاوضاع الشعب المصري، كل الحب والاحترام لهالشعب العظيم. نزلت انا مباشره مثل كثيرين من الناس اول ما وصلت لمصر، يعني ما بدنا نيأسنا نشتغل مشان ناكل ونشرب. هذا الامر الطبيعي كل الناس لازم تساويه. انا فكرت بعده امور انه فينا اشتغل فيها، لكن لقيت الانسب انه نحن ما عندنا امكانيات. قلت الانسب انه في كانت الناس تحب الاكل السوري مثل ما بتعرفوا انتم، خصوصا اهلنا بمصر بيعرفوا هذا الكلام. ونزلت انا مباشره حطيت بسطه وصرت اشتري حلويات سوريه من 6 اكتوبر وبيعها بالهرم. اللي بيعرفونا بيعرفوا هذا الكلام كلياته. الحمد لله نحن معروف شو منين كانت ناكل اكلنا وشربنا كله من عرق جبيننا، الحمد لله رب العالمين. المهم هون كان هذا الكلام على دور الرئيس الله يرحمه محمد مرسي رحمة الله عليه. ومن بعدها الموضوع كمان أنا عم أحكي الفترة كانت بين الرئيس مرسي حتى استلم الرئيس السيسي. هون بهذا الوضع كان في حملات كتير تطلع، حملات أمنية وتطلع حملات كذا، ما تخلي حد يبسط بالشوارع، ما تخلي كذا. أنا واحد من الناس ومعي كتيرين سوريين كمان، يعني ما بس أنا، كنا ننبسط بيننا وبين هالمصريين. المصريين بعدوا لنا هيك مكان يزحوا لنا يعني ونحط معاهم. والله شهاده لله عز وجل، يعني والله البلطجي، والله شو بدي اقول لك، يعني يلي بيقولوا عليه بلطجيه وهذا كان بقلبهم انسانيه باتجاهنا لنا. والله العظيم ما حد يسترجي يقرب على سوري هنيك. ليش؟ انه يسترجي من حبهم لنا. لا تفكروا انه حد يسترجي من قوتنا، الله القوي. بس من حبهم لنا ما كان حد يسترجع. حتى البلطجيه كانوا يحموهم للسوريين اذا كانوا موجودين هنيك. طبعا هو كل الشعب المصري كلياته كان يعني يحمينا وبحبنا، وبالعكس يعني بعدوا لنا هيك، يعني يلزوا على بعضهم. على فكره هذا الكلام كلمه بسطه بتعني انه في الاف مؤلفه من الناس يلي كانت عم تستنى تاخذ مكان، لكن وقت يجي السوري بعدوا له هن مباشره. يعني انه يقولوا هذا يعني بده ياكل عيش يعني وطعمه اطفاله. لا اله الا الله. مهم وصلت انا بدي احط، كان هذا اول مكان لي بشارع العريش. وبشارع العريش الناس اللي بتعرفوا شارع مختص كثير بالبسطات وكذا، وجاي حمله كمان كانت للبلديه. انا بيني وبين حالي يعني اذا بدي شيل الحلويات وكلياتها معموله بتيفور وهيك، وبدي رجع لك اكياس وضبها، هذا كلام بدي ياكل بايدي من دون مبالغه نص ساعه او 3/4 ساعه يعني، وطاوله هيك شايله حالها هيك شو من كان. والله وصلت انا، وهو اساسا هذا الشارع مليان عالم، يعني دائما العالم رايحه وجاي فيه. يعني هون البلديه بلشت تاخذ هذا البسطه وتحطه وتكبه، وهذا اللي حاط البندوره وبسط خيار وبسط كذا، تشيل على السريع. انا هون استسلمت بصراحه، قلت خلص انا راحت ما تمشي الحال، يعني انه شو بدي اعمل؟ ما تحسن اساوي شيء بنوب نهائيا. ذكريات والله. المهم انا بيني وبين نفسي هون لفت نظر الجميع انه انا ساعتنا واقف والكل عم يهرب وكل انا واقف، يعني بصراحه جمدان. شو بدي اساوي انا؟ يعني ما عندي خيارات اني اساويها. وما اشوف لكم غير يا شباب
تيجي شي 3-4 نسوان مصريات وقفوا قدام البسطة عندي. والله العظيم انا ما بعرف، انا بصراحة همي انه جايين البلدية لعندي وما انا منتبه عليهم لشنو واقفين، ويجي تبع البلدية بده يمسك الطاولة وتيجي تمسكه تقول له سيب السوري، سيب ده سوري، سيبه. والله العظيم. وتدفشوا لابو البلدية وتيجي المرة الثانية كمان تدفشوا، يجوا كمان 3-4. صلوا على النبي محمد. ما تحسن كمل. اجوا تدافشوا بين بعضهم. وصلت انا لمرحله من المراحل عم اطلع فيهم انا، وبدي اقول له انه خلص يا جماعه، يعني خلص انا معلش خلهم ياخذوهم بلا هالعلقه. انه صارت مدافشه وصارت معايطه وصارت يجتمعوا الشارع كله على البلديه. هون نزل معاهم هن ضابط مع البلديه، صار يقول له انه شوفي يعني شوفي شو عم تعملوا، قال هذا سوري وهم مش عاوزين انه نحن نقرب عليه. سالني قال لي انت سوري؟ قلت له ايه. قال لي هاي الحلويات سوريه؟ قال لي بكم الطبق. انا عم اطلع يعني المنظر بصراحه، انا يعني انه لا يتقاتلوا بين بعضهم، بس خلص انا بمشي يعني برحل كذا. قلت له انا بس اعطينا وقت انه يضبوا. قال لي لا خلص خليك واقف، ما في داعي انك تمشي انت. انا بيني وبين حالي عم اطلع هيك على الموقف هذا اللي كنت فيه، انه تصرفات النسوان وتصرفات الناس كلياتها. والله يا جماعة ما بيطلع هالكلام إلا من ناس بتكون نبيلة بأخلاقها، نبيلة بقيمة، ونبيلة بمبادئ. أنا عم أحكي لكم عن موقف أنا اللي كنت فيه، ما حدا قال لي إياه. يعني هذا الموقف عظيم بصراحة، ما عظيم إنه وقفوا معي، لا والله عظيم إنه هني لك ما تركوا بسطاتهم وتركوا شغلهم وتركوا عملهم، اجوا يدافعوا عن هذا الشخص. يعني دافعوا بس ليش؟ لأنه سوري هذا الزلمة. إيه. اليوم أنا وقت عم لاقي، والله العظيم يا جماعة، هاي والله العظيم، وأيام أوضاعهم كانت أسوأ من أوضاعنا نحن، أسوأ من أوضاعنا. ديروا بالكم، هاي يمكن نحن طالعين كان معنا كان ورقة هيك بس يعني حاطينها، هن أسوأ من أوضاعنا. هذا ما فيني انساه. والشيء اللي ما فيني انساه اكثر، ديروا بالكم بهالكلام اللي عم بحكي لكم اياه. هيك بس المطر علينا، لا اله الا الله. وقت كنت على البسطة كانت تيجي لعندي يوميا صبية تشتري طبق من عندي، طبق هن بسموه طبق حلويات، يعني كبس المطر. سمعاني صوت المطر ما؟ كل يوم بدها تشتري طبق من عندي. والله المخلوق الطالع هيك من جيبها، يعني تعصر ال20 جنيه كانت ايامها، تعصر عصر يعني من هون شوي من هون شوي كذا وهيك. اخر شيء طالع تعطيني حقه. انا بيني وبين نفسي يعني تقول لي انا كل يوم رح اشتري من عندك عشان اساهم معكم يعني اساعدكم. قسما بالله يمكن كان ما معها هكذا. بس مشان ساعد المصاري ما لها قيمة. يعني هذا الموقف اللي عم احكي لكم اياه اكبر من القيمة. ما عدا اشهد بالله تيجي عالم تقولنا الا ولا غيرك عبي طبق 2 3 4 5 6 حطهم بكيس، حطهم بكيس، انا تعطيني حقهم. بعد ما تعطيني حقهم تمسك حلقة تضل ماشي. اسأله انه يا عم تعال خذ اطباق كذا، ما يرد علي، ما يرد علي. بده يساعدنا يعني، بس ما بده يذل العالم، بده يساعدها انه خلص انا اشتريت اطباق من عندك، اعطيتك المصاري وضل ماشي. يعني
أيام ما تنتسى. شعب عظيم. أنا بتمنى ياخذوا الدروس العالم كلياته منه. بتمنى إنه يدرسوا العالم الأخلاق. شعب مصر لازم يدرس العالم الأخلاق، ويدرس العالم الضمير، ودرس العالم الإنسانية، ودرس العالم شو معنات العروبة وشو معنات الإسلام. لازم تدرسوا عند أهل مصر، لازم تدرسوا أنتم، خصوصا الشعوب يلي هي بالأساس عم تتعامل بعنصرية مع اللاجئين. لازم تروحوا تتعلموا الإنسانية، تتعلموها كيف تكون وكيف مفاصلها، لأنه هذا بده تأسيس حياة كاملة كلياتها. ما فينك بيوم واثنين وثلاثة تخلي شعب كله ناضج بهالفكر هذا، ناضج بهالعقل، ناضج بهالمضمون، بهالإنسانية هذا. والله أنا يا جماعة أنا شفت الإسلام بمصر، شفت الإسلام بمصر، أنا شفته وعايشته، أنا شفته وعايشته والتمسته بمصر. هاي كانت فصل من فصول حياتنا. في فصول كتير عنكم أنتم كمان أكيد شفتوها وعشتوها كمان. السلام عليكم. هاجي ما حسن كفي.